بيان سور ظاهره ماشي صحيه، لحقاش ان ابغض الحلال عند الله والطلاق، ولكن بيان سور راه مؤخرا مع حتى النسبه دارت واحد الاحصائيات ديال الصحه النفسيه. انا بالنسبه ليا الصحه النفسيه هي اكبر عامل اللي كيوجد الطلاق. كيكون الواحد ما مستعدش نفسيا انه ما مستقلش نفسيا باش يستقل بذاته ويبدا اسره، ورغم ذلك العادات كتحكم عليه انه وقانون الطبيعه ديالنا كيحكم عليه انه يتزوج، دونك كيتسرع كيتزوج، كيلقى راسو مع شخص ما كيتفاهمش معاه، تلقى انه الظروف كتغير وانه مازال ما مستعد انه يتغير، تلقى انه الانسان بذاته كيتغير وما متقبلش هذا التغيير، تلقى عده عوامل اخرى. دونك الانسان كيخصو يكون مستعد بعدا مستقل عقليا نفسيا وماديا، ومستعد انه يكرس حياته لعده اشخاص اللي غيكونوا معاه في نفس العائله، ويكون مستعد للتقلبات اللي غادي تجيبها مع هذه العائله هذه، وهذا القرار هذا يكون زعما كاين قد هذا القرار اللي غادي تاخذه باش عاد يبدا عائله. لحقاش كما قلت ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، والزواج راه مسؤوليه كبيره. ماشي مشكل الواحد يجلس يتسنى الوقت ديالو ويوجد راسو عاد يبدا يتزوج، زعما كاين حسن ما يتزوج وعاد يبدا يطلق. المشاكل كاينه اللهم يحدها من الاول. بالنسبه لي الطلاق يقدر يتفاداه الواحد عبر التفاهم، بحال دابا عود ما الانسان يبقى يدير داكشي اللي في راسو وبيان زعما كيبقى يتخذ قرارات راسو، غيبقى يجلس ويتفاهم مع الشخص فاس فاس اون بيرسون، وقبل ما يتزوج اصلا يراجع ذاته ويشوف انه واش مستعد يتزوج ومستعد يدير عائله، وديك الساعه حل الله يجلس يكون صريح مع ذاته، وديك الساعه شنو كاين. والظاهره ديال الطلاق في المجتمع غير صحيه. علاش؟ حيت كيكون بنادم عنده وليدات وغتشرد الوليدات، والاب والولد اللي ما كانش عنده الاب ديالو، راك عارف الولد كينحارف بزاف ديال الحوايج، الا ما كانش في الجنب ديالو الاب ديالو راه كينحارف بزاف ديال الحوايج، حيت الاب هو اللي كيعطي، الام كتربي كتكون حنينه كتكون، ولكن الاب عنده واحد الدور كبير. ولكن هذا الشيء هذا ديال الطلاق الحاجه اللي كتضر الدري. علاش؟ حيت ما كيبقاش عنده مستقبل زوين، كيشوف بنادم، كيشوف دراري صغار عندهم اباء ديالهم، فهمتيني؟ الدري كيبقى فيه الحال، كيبقى يتأزم. كاين عديد من الاسباب هو ما بين الراجل والمراه. انا نعطيك الراجل ونعطيك المراه، انا غنعطيك نص حيت طوب وحجر كيف ما كنقولوا حنا في المثل ديالنا المغربي، طوب وحجر. الراجل كاين شي راجل كيكون كيزير مراتو، ماشي يخليهاش دير هادي، ما كيخليهاش دير هادي، ما كيخليهاش دير هادي. وعاوتاني كذلك المراه كتبقى تسمع الام ديالها بزاف، لا داك السيد ما يصلحش لك، لا هادي، وكيبقاو يسمعوا الاقاويل بزاف ديال بنادم. وهذا الشيء هذا ما خصوش يكون. الشباب والشابات لا بغيتي دير واحد الخطوه خصك تكون عارف شنو تابعك في الحياه ديالك. الا كان الراجل ما خدامش راه من الاحسن يبعد من القضيه ديال الزواج. علاش؟ حيت كيكونوا مشاكل بزاف. ولا كان الراجل عاوتاني مبلي ديال المخدرات وداك الشيء، انا راه كنقول لك بانه ما عمره ما غيكمل في العلاقه ديالو مزيان. وإلا كانت المراه حتى هي ما كتطوعش الاوامر ديال الراجل، حيت الراجل تيكون مغيار. حنا الغيره ديالنا، حنا الدريه كنبغيو شكون ديالنا بوحدنا، ولكن ملي كنشوفوا هاد الظاهرات بزاف كنشوفوا الدريات بانهم حتى اللبس ديالهم ما كيكونش محترم. انا كنشوف دريه مزوجه وكتلبس لبس ما محترمش، اذا الراجل اشنو غيقول في هذيك اللحظه؟ يعني هنا كيوصلوا للطلاق. يعني كاينين اسباب اللي ما عمر الطلاق ما غيوصلوا ليه. بنادم يخدم غير عقله، وكنتمنى لهم اللي مزوجين واللي غادي مزيان، كنتمنى السعاده للجميع ان شاء الله. وما بغيش ان شاء الله ما بغيش نشوف الطلاق، وما بغيش نشوف بنادم في المحاكم كيطلق. صبحنا كنشوفوا هاد الظاهره ديال الطلاق بزاف، يعني ما كاينش الصبر ولا بزاف كي غنقول لك ما كاينش تكافؤ. حنا خاصنا الا بغينا نديروا الزواج خاصنا نشوفوا التكافؤ، ماشي تكافؤ كنعنيو به الفلوس ولا عادي، على الاخلاق بزاف د الحاجات باش يكون هذا الزواج مزيان. حيت بزاف كيبنيو على الفلوس، وماشي ضروري انه يكون عندنا الفلوس باش نكونوا نديروا واحد الزواج ناجح. بالاخلاق بالصبر كنبنيو بزاف د الحاجات. كثرت المشاكل بيناتهم، انا هذا اللي كيبان ليا. ولكن الا كانت قلت لك كما قلت لك مسبقا، الا كان الصبر راه كيكون بزاف د الحاجات وراحه البال.
الا كنتي كتفاهم المراه كتفاهم مع الزوج ديالها راه غيتخطاو بزاف د الحاجات، ما غيكونش هذا المشكل ديال الطلاق. النصيحه اللي كنقول لهم انهم يامنوا ببعضياتهم، تكون المراه كتسمع الثقه في راجلها والمراه والراجل يثق في المراه وما يعطيش ودنو للغير، لان الناس مهما كانوا كيبغيو غير يفرقوا، خاصك تكون تامن بالشريك اللي غادي تبني معاه حياتك. على حسب المشاكل اخويا ديال المشكل ديال الطلاق، اغلبيه كاين المشاكل ماديه فهمتي لا بين الرجل والمراه، هذه الاسباب ديالها فهمتي لا. وحتى النساء ما تيقلبوش على شي حاجه اللي على حساب الراجل، تيقلبوا اغلبيه على الفلوس والبارتمات والسكنه فهمتي لا. هادشي اللي كاين اخويا على حسب اخويا، على حسب النساء ما تيصبروش فهمتي لا. يعني بنادم تيطلق على حساب المراه، وليدات عنده المسائل، يعني المراه ما تتصبرش معاه، ولا تلقى المراه شي خيانه، الخيانه الزوجيه فهمتي لا. كاين عده اسباب. دابا اخويا على حسب الجواز ديال بكري كان بنادم تيتزوج كان المعقول والمسائل فهمتي لا. اما الزواج ديال دابا اغلبيه ولات هذا الشيء ديال مدونه الاسره، حقوق المراه فهمتي لا. المراه تقلب على الماده ما تقلب على شي حاجه اخرى فهمتي لا. دابا الناس اللي يتزوجوا خاص يعني ديال مدونه الاسره، يعني المشكل ديال الزواج على الاقل خاص واحد المده ديال الزواج واحد 5 سنين يكون فيها لا طلاق لا والو. ولا كان شي ديفو هذه حتى المراه خاصها تولي تخلص النفقه على حساب الاولاد، ماشي الراجل يخلص النفقه. سي كل مساواه.